المغرب إحدى بلاد أرض الله التي حباها من النعم والخيرات ما أثر في طبيعة أهلها وشعبها. أن تكون مغربيا يعني أنك تمتلك تلك الصفات الواردة في هذا الفيديو. أن تكون مغربيا يعني أنك قادر على إبهار العالم بأشياء تراها عادية وطبيعية ويراها العالم بديعة ورائعة. في هذا الفيديو سوف نتعرف على الصفات الحسنة البديهية والمنتشرة في المغاربة دون أن يعانوا أو يجاهدوا في التطبع بها. وكما قيل في المغرب لا تستغرب، وعن حسن المغاربة اغدر كيف ما بغيتي. مغاربة كتير، فالفيديو ده هشرح للمغاربة والغير المغاربة ايه افضل الصفات الموجودة فيهم، افضل 10 صفات موجودة فيهم ربنا سبحانه وتعالى امرنا بان الصفات دي تبقى موجودة فينا. يعني انا هتكلم على الفيديو من زاويتين، من زاوية اجتماعية ومن زاوية قرآنية، علشان كل الناس اللي بتتفرج على الفيديو تستفيد بالصفات اللي احنا هنتكلم عليها دي. وانا هاخد الصفات معاكم بشكل تنازلي، يعني هناخدها من 10 بعد كده 9 لغاية ما نوصل لأقوى صفة وهي الصفة الأولى. طيب ايه الصفة 10 الموجودة في المغاربة ربنا سبحانه وتعالى يحب يشوفها في عباده؟ الصفة 10 الموجودة، وطبعا كل ما احنا ننزل في الصفات كل ما هنلاقي صفات أقوى. الصفة 10 حب الهوية دون عصبية. وخد بالك من الكلمات اللي قلتها. المغاربة بيمتازوا بأنهم بيحبوا هويتهم، مش بس الاعتزاز، لا، ممكن الاعتزاز يوصل الإنسان للفخر وللكبر، لا، هنا مفيش كده. هنا حب الهوية دون عصبية. دي سمة جميلة ورائعة شفتها هنا في المغاربة، ان هم بيحبوا الهوية اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لهم. يعني لما انا يكون ربنا سبحانه وتعالى خلقني ذكر، اذا المفروض تلك الهوية اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاها لي احبها دون ان اتكبر بيها. فما ينفعش اتكبر على الانثى باعتباري ذكر، لا، انا المفروض ان انا بحب الهوية اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارها لي دون ما اتعصب ليها ودون ما اتكبر بيها على الخلق. دي نفس الصفة الموجودة هنا في المغاربة. المغاربة عندهم اعتزاز وحب عميق وفطري للهوية الموجودة عندهم دون ما يتعصبوا ليها ودون ما يعتبروا ودون ما يتكبروا بيها. احد الحاجات الغريبة والجميلة هنا يوم الجمعة في أكلة موحدة في المملكة كلها اسمها أكلة الكسكسي، ودي أكلة مغربية شهيرة زي الطاجين وزيها زي الطنجية، مع مجموعة أكلات مغربية. الأكلة دي بتاعت يوم الجمعة، أول ما جيت المغرب ومثلا أدخل مطعم في يوم جمعة وعايز أكل، فأطلب منه أي حاجة من المكتوب، فبتبقى طلباتي غير مألوفة في يوم الجمعة. وكأن المفروض، ودي بقى عرفتها بعدين، يوم الجمعة على مستوى المملكة كلها في المطاعم وفي البيوت وفي كل مكان في المملكة يبقى في أكلة موحدة. دي تخص الهوية بتاعتهم، دي تخص الثقافة بتاعتهم، ان هم كأن في شبه اتفاق ما بين الشعب كله ان يوم الجمعة يبقى فيه أكلة موحدة. ده هوية بيحبوها وبيعملوها وبيمارسوها دون ما يتعصبوا له. فلو انت ما اكلتش الأكلة دي خلاص، لكن في رابط كده، رابط الناس كلها ببعض ان هم يوم الجمعة بياكلوا الأكلة دي. برضو حاجة غريبة جدا مؤكدة للصفة 10، صفة الحب الهوية دون عصبية. انا شخصيا بحب السوشي، بحب الاكل الياباني. فلما جيت هنا كنت بدور في مدينة الرباط على مطعم سوشي، مطعم اكل ياباني، ما لقيتش الا مطعم، وبعدين رحت له لقيته قافل كمان. فالرباط كلها يمكن ما فيهاش الا مطعم او مطعمين او 3 بالكتير، 2 أو 3 بالكتير فيهم اكل ياباني. ولما تخش المطعم، انا بحب جدا السوشي، فبخش بقى المطعم وانا عندي يعني نهم للاكل، بلاقي ما فيش الا 2 3 قاعدين. فبقول هم ليه هنا ما بياكلوش السوشي زي ما انا بحب السوشي؟ ايه اللي مخليهم ما بيخشوش المطاعم اليابانيه وياكلوا اللي فيه؟ انما تخش المطعم المغربي هنا تلاقي المغاربه فيه كتير. ده معناه ايه؟ ده معناه ان المطاعم غير المغربيه ما تنجحش في المغرب. المطاعم المغربيه هي اكتر نجاح في المملكة المغربية. ليه؟ لان هم بيحبوا هويتهم، بيحبوا اكلهم، بيتذوقوا اكلهم، بيستمتعوا باكلهم.
دي علامة غريبة جدا، في حين ان في بلاد تانية تلاقي ان فيها المطاعم الخارجية هي الاكثر رواجا من المطاعم الداخلية. برضو حاجة غريبة، في انتوا عارفين شركة كوكاكولا وشركة شيبسي وبيبسي والشركات العابرة القارات ذات المنتجات اللي انتوا عارفينها. الشركات دي في بلاد ناجحة جدا فيها الشركات دي، وتلاقي الكوكاكولا والشيبسي والبيبسي ناجح جدا كأطعمة وكمشروبات غازية، ناجحة جدا في بلاد. لكن هنا ما تلاقيش قوة وانتشار للشيبسي او للبيبسي، او حتى انواع الشيبسي اللي هو البطاطس المقرمشه المقليه في الزيت، ما تلاقيش هنا منها الا نوعين او ثلاثه ومش معروفين ومش عليهم اقبال. وفي نفس الوقت تلاقي العصاير الصناعيه والالبان الصناعيه والكوكاكولا والمياه الغازيه ملهاش انتشار قوي هنا. ما تخش المحل او الحانوت زي ما بيسموه او محل البقاله علشان تشتري، ما تلاقيش بقى رف كامل من المشروبات الغازيه ورف كامل من انواع الشيبسيات، ما فيش الكلام ده. الاشياء الصناعيه قوتها هنا قليله، لان هنا بيعتزوا بالاشياء الطبيعيه، فتلاقيهم دايما بيميلوا للاشياء الطبيعيه، والمنتجات بتبقى منتجات طبيعيه، فما تلاقيش للحاجات الصناعيه هيمنه هنا. ده ليه؟ نتيجه حب الهويه ودون عصبيه والاعتزاز بيها وممارستها كمان. يعني مش بس حب الهويه، لا، حب وممارسه الهويه دون عصبيه ليها. فما تلاقيش المطاعم الخارجيه ناجحه ولا تلاقي المنتجات الخارجيه ناجحه هنا بالنسبه للاكل والشرب هنا في المغرب. دي الصفه العشر. الصفه التاسعه، التقبل والاستيعاب لكل الاشكال والالوان والاذواق والثقافات. التقبل والاستيعاب هنا في المغرب في حاجه جميله جدا، تلاقي سكان الصحراء ليهم لبس وموسيقى وطريقة أكل وطريقة عمل شاي، في حين ان تلاقي سكان الشمال ليهم لبس مختلف وطريقة عمل الشاي وطريقة عمل الأكل، في حين ان تلاقي لبس الرباطيين والكذا، يعني سكان الساحل لهم لبس وطريقة عمل شاي. حتى الشاي المغربي طعمه بيختلف في الجنوب عن الشرق عن الشمال، طعمه بيختلف في كل منطقة بناء على نكهة تخص المنطقة دي. فتلاقي الشاي اللي بيتعمل في الباديه له طعم، والشاي اللي بيتعمل في الرباط وكذا والمدن له طعم، والشاي اللي بيتعمل في الشمال له طعم، حاجه غريبه. وكل والذوق المغربي بيستحمل وبيستوعب وبيتقبل. عندهم صفه العطاء اللي هي الصفه السبعه، والصفه بقى السته الوفره والزياده في العطاء، وهي صفه الكرم. ودي الصفه السته ومن اجمل الصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى حسن عليها، صفه انك تكون معطاء وتكون سخي كمان في العطاء. وانا كمان ما اتعلمتش، يعني انا في بلدي معطاء الحمد لله، لكن ما اتعلمتش الوفره والزياده في العطاء الا لما شفت بعيني العطاء بزياده. وربنا سبحانه وتعالى هيرد لك لما انت تبقى معطاء بزياده، ربنا سبحانه وتعالى هيرد لك الصفه دي. فدي صفه الكرم. الصفه الخامسه صفه الشكر. لما اكون راكب مع سواق تاكس وانا متعود على الحاجه دي، ومثلا يكون حسابه 7 دراهم اديله 10، يكون حسابه 15 اديله 20، لازم اديله زياده، حتى لو الزياده دي درهم واحد. لو حسابه 5 دراهم اديله درهم زياده يبقوا 6، لازم اديله زياده. مفيش سواق تاكس الا نادر جدا اديله درهم او نص درهم زياده الا ما لازم يشكرني ويقول له شكرا شكرا والله يصلحها لك الله يبارك لك، لا، ويدعي لي على درهم واحد زياده. مش بس يقوم باصص لي ويقول لي شكرا، لا، ده يقول لي شكرا بطاقه، بحس بطاقه الشكر اللي هو بيديها لي. فهنا المغاربه من اجمل الصفات اللي فيهم صفه الشكر، ان هو يعترف بالحاجه اللي انت اديتها له، يعترف بالفضل اللي انت عملته معاه، فعنده صفه الشكر، الاعتراف بالجميل، الاعتراف بالحاجه اللي انت اديتها له، مش نكران الجميل، صفه الشكر. وربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن يشكر فانما يشكر نفسه. وربنا سبحانه وتعالى بيحث عباده المؤمنين على ان يبقى فيهم صفه الشكر. ومن اكتر البلاد اللي اتعلمت فيها صفه الشكر المملكه المغربيه والمغرب. الصفه الرابعه صفه التخفيف. ويا سلام على صفه التخفيف، ربنا سبحانه وتعالى بيقول يريد الله ان يخفف عنكم. ده صفه التخفيف موافقه للاراده الالهيه. ازاي بقى صفه التخفيف موجوده هنا؟ المغاربه كل اسبوع على الاقل لازم يروحوا حاجه اسمها حمام مغربي. الحمام المغربي هو احد العادات اللي هنا للاستحمام وللنظافه، وبيبقى له صابون معين وتراب مغربي معين. المهم ان فكره الحمام المغربي قايمه على فكره ان كل اسبوع بتروح تقعد ساعه او ساعتين في مكان مغلق، حراره عاليه وبخار عالي، وبتستخدم تراب مغربي وصابون مغربي وحاجات كلها طبيعيه، بحيث ان انت تطلع من الحمام المغربي جسمك نظيف نظافه يعني عاليه جدا، بتطهر وبتطلع
كل شيء، يعني لو في فيروس بس ولا حته جرثومه كانت بتحلم انها تثبت على جلدك بتطلع في الحمام المغربي. نظافه عاليه جدا. دي جت منين؟ قيمه الحمام المغربي والنظافه الموجوده هنا. الشارع تلاقيه دايما نظيف، البيت تلاقيه دايما نظيف، المطاعم تلاقيها دايما نظيفه، المحلات تلاقيها دايما نظيفه، الانسان المغربي نفسه تلاقيه دايما بياخد الحمام المغربي اللي بيخلي جلده دايما نظيف ونضر. دي جايه من قيمه ايه؟ قيمه التخفيف. من اجمل القيم اللي اتعلمتها هنا قيمه التخفيف. دايما، وهنا حاجه غريبه، هنا في عاده ان السبت والحد اجازه رسميه. فلما تلاقي دايما المحلات قافله او اغلب المحلات قافله والصيدليات قافله في الوقت ده. لما اكون عايز اشتري حاجه من مكتبه او صيدليه الاقي يوم السبت والحد الاقيهم قافلين، لانه بيحترموا الاجازه بتاعتهم، لان بياخدوا الاجازه ويخففوا بيها على نفسهم. بعكس ممكن تلاقي في بلاد تانية ان الاجازه بيشتغلوا فيها عشان يوفروا فلوس اكتر، لكن هنا بيستغلوا الاجازه في التخفيف عن نفسهم. فتلاقيه قفل المحل وراح البيت يروق دماغه، يعني يمارس التخفيف ويرتاح بدل ما يبقى كله ضغط على نفسه. وتلاقيهم في وقت العطلات والاجازات والاعياد بيخرجوا للحدائق وللجبال وللبحار. ليه؟ لانه بيحب المواطن المغربي، بيحب، ومن اجمل الصفات الجميله فيه انه بيحب يخفف عن نفسه، ما بيحبش يضغط على نفسه، ما بيحبش يحط نفسه تحت ضغط، تحت عبء، تحت احمال، تحت اوزار. لا، هنا تلاقي كله بيحب يخفف عن نفسه، فتلاقيهم هاديين بالطريقه دي. لما يكون مثلا، ولسه شايف الظاهره دي قريب، مولد او عيد من الاعياد اللي هو المولد النبوي. المولد النبوي تقاطع مع السبت والحد، واحنا عارفين ان السبت والحد هنا اجازه. فالمولد النبوي تقاطع مثلا يوم الحد. هو خلاص بقى المفروض ده اجازه وده اجازه، بس الاجازتين تقاطعوا في نفس الوقت. يقوموا يعملوا ايه؟ يقوموا يخلوا الاثنين اجازه، مع ان الاثنين ما فيهوش حاجه. لان ازاي يبقى المولد النبوي، عيد المولد النبوي يتقاطع في يوم اجازه؟ لا، يبقى لازم ناخد يوم اجازه كمان ثالث غير لان دول اجازه اساسيه، فازاي نحط فيهم اجازه ثاني؟ لا، نقوم فاصلين في يوم ثالث اجازه ثانيه. ده ليه يعني لما تبص للسلوك ده، ايه القيمه اللي بتنبع ورا السلوك؟ قيمه التخفيف. ان طالما ده يوم اجازه يبقى نحترم يوم الاجازه ونخفف على نفسنا فيه وما نشتغلش فيه ونرتاح فيه. قيمه جميله جدا بتظهر في الحمام المغربي، بتظهر في الاجازات، بتظهر في نظافه الشوارع، بتظهر، اسمها قيمه التخفيف. وبتوافق القيمه دي الاراده الالهيه، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول يريد الله ان يخفف عنكم. ودي قيمه التخفيف، ودي الصفه الرابعه. الصفه الثالثه صفه الصبر. هنا التأني والتمهل والصبر. من عادتي لما كنت بعمل كوبايه شاي، هوبا دقيقتين ثلاثه واكون عملت الشاي. حتى ده يعني كوبايه شاي بتطلع دمها يلطش من طعمها مش حلو، ما بتبقاش. وعمري ما عملت كوبايه شاي وطلع طعمها حلو في الاساس، سواء بقى صبرت ولا ما صبرتش. المهم في الموضوع ان هنا لا، اتعلمت منهم انك ممكن تصبر ربع ساعه وتلت ساعه عشان تعمل كوبايه شاي، بس بتعمل كوبايه شاي متقنه وطعمها يعني تستلذ. كوبايه شاي تستلذ بيه، متقنه جدا لانها اتعملت بصبر. اشاره المرور لازم تقف، لما الاشاره تبقى حمراء لازم تقف، فبتصبر. لما بتعمل اكل معين، طاجين او طنجيه او ايا كان نوع الاكل، لازم تصبر. طبيعه الاكل وطبيعه المناخ وطبيعه الاعمال بتجبرك. القطر بيجي في وقت مش هيجي قبله ومش هيمشي بعده. اشاره المرور بقت حمراء فلازم تقف، لازم تصبر. فمن اكتر القيم الجميله اللي اتعلمتها قيمه الصبر ومعنى الصبر. فقعدت بصبر على ابحاثي وبصبر على انتاج حلقاتي وبصبر. اتعلمت اكتر الصبر، لان حتى كوبايه الشاي اللي بتجيلك لما تكون في مطعم، الاكل ما بيجيلكش فورا، ده انت ممكن تقعد ربع ساعه او تلت ساعه تنتظر، لان الاكل بيجيلك متقن. فبيعلمك الصبر. لما بتقف تعمل شاي بتعمله على مدار 3 أو 4 مراحل، فبيعلمك الصبر. قيمه الصبر لما اتعلمتها بشكل غير مباشر، ساعتها انعكست على ابحاثي وانعكست على تفكيري وانعكست على نظرتي للامور. وربنا بيقول واصبر واستعينوا بالصبر، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا استعينوا بالصبر. الصبر مهم جدا فلازم نستعين بيه. فاستعانتك بالصبر بتخلي المنتج اللي هيطلع، بتخلي الشغل اللي هيطلع اكثر اتقانا واكثر جمالا واكثر ابداعا. قيمه الصبر. وربنا بيقول وبشر الصابرين، وربنا سبحانه وتعالى بيحب الصابرين. دي القيمه او الصفه الثالثه اللي اتعلمتها من الشعب.